السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة وصفات وتدابير أم منصف. فاعل الجرس فضلا وليس أمرا كي يصلكم الجديد. هنا اليوم وصفتنا لنهار اليوم بريوش محشي بالشوكولاتة. هنا كنت درت ملعقة كبيرة خمارة في ماء دافي ومغرف سكر. هنا درت 4 مغارف سكر، 4 مغارف زيت، مغرف تاع لافاني، ونخلطو مليح، وبياض بيضة ما ننسوش. نخلطوه مليح الخليط حتى يتجانس معنا. هنا كانت دات لي 3 كيسان ونص فرينه معهم خميره تاع الحلويات. نخلطو مليح الخليط باش يتجانس وما يشكليش هذوك الكويرات تاع الفرينه. نخلطو مليح بالسباتول تاعنا. نخلطو مليح مليح مليح. هنا نزيد نضيف الكاس الثالث ونخلط حتى تتلم العجينه. بالنسبه للنصف الثاني نزيدو غير بالعقل حتى تتلم، تجينا عجينه طريه تتلاصق في اليد نوعا ما. العجينه ما تنشفوهاش بزاف، من الاحسن تبقى طريه. نلم بيدي مليح، نزيد هكاك غير بالعقل الفرينه. راح تدي نصف كاس نيشان. هنا نديرو زبده، ملعقه زبده ما يعادل 70 غرام. ندخلها في العجينه مليح، نلم بيدي ولا نحطها في سطح العمل ونخدم هكذاك خير. هنا ندلكها مليح ومن بعد نزيد الفرينه باش ما تلصقليش. زيد غير بين صباعك ماشي بزاف. هنا بعد ما لميت العجينه تاعي راح ندير لها بلاستيك غذائي، نلمها ونخليها تخمر. نحطها في القصعه تاعي ولا هنايا. بعد ما خمرت ضاعف الحجم تاعها، نسي نهود لها الخميره هذيك ونحطها تاني في سطح العمل تاعي. هنا من الاحسن تدهني يديك بشويه تاع زيت باش ما تلصقلكش، وتقدري تخدمي بها اليز. هنا نقطع العجينه تاعي. انا هاد الكميه اللي درتها خرجت لي 15 حبه. اذا بغيتي كتر تزيدي في المقادير تاعك وصاي، راح تخرج لك كميه كتر. هنا نلم العجينه تاعي نكورها باش تجيني سهله في الخدمه من بعد. شوفوا العجينه هنا كي تخليها تريح تخدمي بها اليز، ومام كي ديري شويه زيت بين يديك ما تغبنكش ما تلصقش. هنا كي كملتهم نديرهم كاع في اللوحه داك تاعي ونخليها نغطيها ونخليها تريح مده دقيقتين. هنا كيما ريحت هنا راح ندير لها الشوكولا ولا الكونفيتور ولا اللي كان عندك موجود تقدري ديريه. هنا كان عندي انا كونفيتور تاع فريز، درت ديري ملعقه صغيره ما تكثريش بزاف باش ما تفتحلكش العجينه وتغبنك من بعد في الطياب.
هنا ندير المربى ولا الشوكولا ولا حتى نكمل كامل الكميه تاعي اللي عندي. الشوكولا اللي كانت عندك اي نوع تقدري ديريه. انا كانت عندي هنا شوكولا اوتيلا. نواصل العمليه تاعي تنكمل كامل الكميه. هنا كي كملت درتهم في بلا وغطيتهم خليتهم حتى نخمروا واحد ربع ساعه. هنايا كي خمرت عندي العجينه شوفوا كيفاش الطعم الحجم تاعها. هنا هذا الصفار البيضه كنت خليته، زدت له شويه تاع الحليب ونطلي به كامل الحبات اللي عندي تاع البريوش اللي كانوا خمروا. هنا كنت شعلت الفور تاعي درته على 180 درجه، خليته يحمى مليح. هنا بالنسبه اللي عندهم حساسيه من البيض نجمي ديري شويه تاع حليب تدهنيه بهم راح يطيبوا عادي ونفس اللون ونفس النكهه. وبالنسبه للرائحه تاع البيض تقدري ديري تاني ليم، تعصري شويه ليم معاه ولا لافاني راح تتبدل الريحه تاع البيض. هنا الوزن تاع العجينه اللي كنت درته كان واحد 30 غرام. تبغي تنقصي تبغي تزيدي الحجم اللي تحبي انت ديريه. وهنا بالنسبه للتزيين تاني تقدري ديري شرائح اللوز ولا شرائح الكاوكاو ولا فيرميسيل. بالنسبه للجنجلان اي حاجه تنجمي ديريها. هنا كي كملتهم راح نديرهم يطيبوا، ما تداوليش الوقت واحد ربع ساعه 15 دقيقه حتى 20 دقيقه. هنا بعد ما طابوا شوفوا كيفاش جاو، اللون رائع. جات العجينه خفيفه قطنيه ما شاء الله، واحد الريحه شنقول لكم. هنايا غطيتهم كانوا سخونين، غطيتهم بسربيته باش هذيك الرطوبه تبقى ما تنشفليش. انا هنا قلعتهم كانوا حامين بزاف، خليهم حتى يبردوا مليح في البلا ونجمي تقلعيهم ملاحد وديريهم. البريوش هذا تقدري ديريه القهوه تاع العشيه للصباح ما يشد ما يبسش يبقى كيما هو طري. شوفوا هنا كيفاش جات طايه ما شاء الله. جات العجينه خفيفه وقطنيه. شوفوا كيفاش جات ما شاء الله. بصحتكم، باي باي.